مجزرة تحكيمية في مباراة برشلونة اليوم. كل الناس من يلعب ريال مدريد أي حالة حتى لو ما بيها جدل يقولون لا ريال تحكيم، بس اللي شافوا مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس فمجزرة تحكيمية. وشوف صديقي، أنا عندي متابعين من برشلونة ومن ريال مدريد، بس أنا إنسان ما أجامل، وكل الناس تعرف إن أنا إنسان ما أجامل ولا أهتم. بس قبل ما نبلش لا تنسى تتابعني. أولا حالة الطرد على لاعب أولمبياكوس، إذا تلاحظ يا عزيزي ماكو أي تدخل من لاعب أولمبياكوس، وأساسا الشد كان من لاعب برشلونة. اساسا الشد من البدايه هو من لاعب برشلونه. يعني اي انسان يشوف هاي اللقطه وهو ما يشجع، تخيل وتقول له اللاعب اللي لابس ابيض انطرد، فما راح يقتنع. يعني هو لما كان من دار وضربه هو ما كان شايفه، وما اعتقد اصلا انه لمسه. ما بعد حاله الطرد هو صار التحول بالمباراه، برشلونه انتصر ب6 اهداف لحد هذه اللحظه. ما بعد حاله الطرد كان اولمبياكوس ضاغط، كان اولمبياكوس يلعب. حالة الطرد أثرت جدا على حالة المباراة. ما بعدها ركلة جزاء راشفورد، ماكو أي لمس من الحارس وأي إعاقة من الحارس لراشفورد. أوكي الحارس ما لمس الكرة حسب ما شفنا باللقطات اللي طلعت، بس بعدها أصلا ما سبب إعاقة لراشفورد. لا فعزيزي لما تجي تحكي بالتحكيم فأنت لازم تشوف فريقك هل هو مستفاد أيضا من التحكيم أم لا. أما بالنسبة لركلة جزاء أولمبياكوس فأكو لمسة يد ما قبل الأوفسايد، لان احنا ندري انه الهدف اللي سجله اولمبياكوس هو اوفسايد، ولكن ما قبل الاوفسايد اكو لمسه يد، ورجع الحكم الى الفار واحتسب ركله جزاء جدا طبيعي. مباراه جيده وجميله، واعتقد فليك طلب من اللاعبين انه ما يضغطون جدا على نفسهم بهاي المباراه، لان المباراه عندهم كلاسيكو. اما بالنسبه لفيرمين لوبيز بس احب اوجه رساله لديكو اللي هو الرئيس الرياضي مسؤول عن التعاقدات في نادي برشلونه، لما راد يبيع فيرمين لوبيز حتى يغطي على رواتب تير شتيجن وليفاندوفسكي. احب اوجه لك رساله انه انشب لوبيز، كنا نعرف انه هو لاعب يمتلك امكانيات جدا كبيره وجدا عملاقه، ومثل ما شفنا اليوم فيرمين لوبيز توهج داخل الملعب بتسجيل هاتريك، وراشفورد سجل ثنائيه. وراشفورد كنا نعرف تسديداته، والرجال عنده تسديدات سم، لان انا عندي قاعده اي لاعب يلعب بالدوري الانجليزي ويمتلك تسديدات سم ودقيقه جدا. مبروك لنادي برشلونه الانتصار ب6 اهداف مقابل هدف على نادي اولمبياكوس. ولكن حبينا نحكي عن الحالات التحكيميه لان احنا ناس ما نجامل، ولازم نحكي الشيء اللي نشوفه والشيء الصحيح. وننتظر برشلونة في مباراة الكلاسيكو، ونلتقي غدا في مباراة ريال مدريد مع نادي يوفنتوس.